بالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكثير الجريح. بالله كم تستطب. وعلى آله وأصحابه خير القرون والعصور والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم النفخ في الصور، إلى يوم النفخ في الصور، وأنا معهم برحمتك وإحسانك يا أهل الخيرات والأجور. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، وتفكروا في سرعة مرور الليالي والأيام وانقضاء الشهور والأعوام، واعلموا أن بمرورها تنقص أعماركم وتطوى صفائحكم وتقبلون على ربكم، فبادروا بالتوبة والأعمال الصالحات قبل انقضاء الفرص السانحة. أيها الناس، كنتم بالأمس القريب تنتظرون بكل الحب والشوق حلول ضيف عظيم وغائب منتظر. كنتم تستقبلون شهر رمضان المبارك الذي يحمل بين طياته الرحمة والمغفرة والعتق من النار. وكم فرح المسلمون في أصقاع الأرض على اختلاف لغاتهم وأجناسهم بتلك المنحة الربانية والهبة الإلهية التي يجزل بها سبحانه من الأجر بما هو أهل له. وها أنتم اليوم تودعون شهر الرحمة والخير والبركة بكل الحزن والأسى، فهذه هي آخر جمعة من هذا الشهر الكريم. فسبحان الله العظيم، مصرف الشهور والأعوام ومدبر الليالي والأيام. وإن قلوب الصالحين تئن من ألم فراقه، فوالله ما عرف المسلمون اجتماعا ولا تآخيا ولا إحسانا كما هو الحال في شهر رمضان. وما عرفوا للعبادة لذة، وما تذوقوا للطاعة طعما كما في شهر الصلاة والقيام، شهر البر وصلة الأرحام، شهر رمضان المبارك. ها أنتم اليوم أيها المسلمون تودعون شهر رمضان مرتحلا عنكم بما أودعتموه فيه من الأعمال والأقوال، فهو شاهد لكم أو عليكم، فهنيئا لمن كان هذا الشهر شاهدا له، وويل لمن كان شهر رمضان خصمه وعدوه، والعار لمن كان رمضان شاهدا عليه. فوالله إنها لخسارة لا تعد، إنها خسارة لا تعدلها خسارة، أن يوفق العبد لإدراك مواسم العطاء والفضل الجزيل من المنان الكريم، ثم يخرج منها صفر اليدين. بل ومن المسلمين من خرج شهر رمضان وحمله أوزارا وآثاما أثقالا تنوء بحملها الجبال الراسيات. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فأين تلكم الدموع التي انهمرت من خشية الله في ليالي رمضان؟ وأين تلكم القلوب التي وجلت خوفا من الله؟ وأين تلك الأقدام التي تفترت رغبة فيما عند الله؟ فمن وفق في شهر رمضان للصيام والقيام
فليزدد من الأعمال الصالحة بعد رمضان، فإن رب رمضان هو رب باقي الشهور. فمن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد انقضى وفات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فبادروا بالأعمال الصالحة فيما بقي من أيام شهر رمضان، فالفرصة لا زالت سانحة والتوبة لا زالت باقية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بإكمال شهر الصيام ووفق من شاء فيه لاغتنام ما فيه من الخيرات العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإنعام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام وعبد ربه واستقام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى في كل أحوالكم وسائر أموركم، فإن الله سبحانه وتعالى رقيب لا يغيب، قيوم لا ينام، سبحانه من إله عظيم لا تخفى عليه من أموركم خافية. عباد الله، شرع الله لكم في ختام هذا الشهر التكبير في ليلة العيد، فقال سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيبدأ التكبير بعد غروب الشمس ليلة العيد وحتى دخول الإمام لصلاة العيد. وصفة التكبير أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ومما شرعه الله لكم في ختام هذا الشهر المبارك أداء صلاة العيد، شكرا لله تعالى على أداء فريضة الصيام، كما شرع الله صلاة عيد الأضحى شكرا له على أداء فريضة الحج، فهما عيد أهل الإسلام. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك قال: كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى، فلا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد وطنية أو قومية، لأنها أعياد جاهلية، سواء سميت أعيادا أو ذكريات أو أيام أو أسابيع أو أعمام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعد علينا رمضان سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام في خير وعافية ونصر يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعلنا من الفائزين المقبولين ولا تجعلنا من المردودين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونكس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكاسي